السلام عليكم متتبعينا الكرام. قصة اليوم من أجمل القصص اللي غنحكي لكم. لما نطول عليكم، القصة وقعت في مدينة من مدن الجنوب المغربية. وقعت سنة 2007 مع زوج ديال البوليس. كانوا مكلفين بدوريات جنب البحر، وهما خدامين سمعوا صوت مرا كطلب النجدة. تحركوا في اتجاه الصوت، فإذا بهم كيلقاو مرا كيجريسيها الشفار وهرب ليها بالحقيبة ديالها. واحد من دوك البوليس اتجه ناحية المرأة باش يقدم لها المساعدة، والثاني تبع الشفار. واحد شوية شد الشفار بكل سهولة ودار ليه المينوط وتواصل مع قاعة المواصلات باش يرسلوا ليه سيارة شرطة لعين المكان. أما البوليسي الثاني اللي هو بطل القصة ديالنا بقى مع المرأة كيقدم لها المساعدة. واحد شوية اكتشف أن السيدة تلقات طعنة بسكين على مستوى البطن ديالها، والحالة ديالها جد خطيرة. هنا البوليسي ديالنا كان ديجا عيط لسيارة الإسعاف باش تنقلها على وجه السرعة بدون استعجالات. باش وصلت سيارة الإسعاف، البوليسي هزها بكل سرعة وضعها في سيارة الإسعاف وانتقل معها المستشفى، والحمد لله السيدة نجات من الموت بفضل البوليسي اللي ادى الواجب ديالو بكل شجاعة. القصة هنا ما سالاتش، ولكن يلا غادي تبدا. خليكم معايا غنكمل لكم. هاد البوليسي بطل القصة كبر يتيم، تخلاو عليه والديه فاش كان صغير، وكان كيعيش غير في الشارع. حتى صادف واحد السيد وهزو تاع الملجأ الأطفال المتخلى عنهم. تما بطل القصة ديالنا كمل الدراسة ديالو وكان متفوق في الدراسة ديالو، واستطاع يحصل على الإجازة في القانون الخاص. حتى لواحد النهار طلع الكونكور ديال اجتياز مباراة توظيف في صفوف الأمن الوطني. هنا البطل ديالنا دفع الكونكور واستطاع أنه ينجح فيه ويكمل التكوين ديالو في المعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة. وفترة التكوين ديالو كان كذلك متفوق على الزملاء ديالو، وكان كيحصل على نقاط جيدة، وحتى المؤطرين داخل المعهد كان عزيز عليهم. المهم، هنا الشرطي ديالنا كمل فترة التدريب ديالو وتخرج، وعطاوه تعيين في منطقة الجنوب، حيث أن الحادثة اللي وقعات ديال المجرم اللي طعن داك السيدة كانت في الفترات الأولى من التعيين ديالو. مهم، لا غد ليه مور الواقعة، هاد الشرطي ديالنا سميتو حمزة واللي هو بطل القصة تلقى اتصال من القائد ديالو كيخبرو باش يلتحق بيه بالمكتب ديالو حالا على وجه السرعة. هنا حمزة طاحوا لي عدة تساؤلات في راسو، حيت عمرو تلقى اتصال من القائد ديالو رئيس الوحدة. هنا حمزة وصل للمكتب ديال القائد ديالو وطرق الباب ودخل وعطى التحية للقائد ديالو، وكذلك عرف بنفسه. دور وجهه واحد شوية كيتفاجأ بلي القائد ديالو جالس معاه رئيس الأمن ديال المدينة اللي خدام فيها. هنا حمزة تملكو الإحساس ديال الخوف وبدا كيفكر: ياك ما درت شي خطأ في التدخل ديالي، ياك ما شي حاجة ماشي هي هاديك. واحد شوية هو يتكلم مع رئيس الأمن وقال ليه: انت هو الشرطي اللي عتقتي داك السيدة البارح؟ قال ليه: اياه، انا اللي عتقت ديك السيدة البارح. قال لي: احكي لي الوقائع ديال الجريمة اللي وقعات. هنا حمزة بقى كيسرد ليه تفاصيل الواقعة وعن التدخل ديالو، وكيفاش حتى مشى مع السيدة للسبيطار وسمح في البوست ديالو، وقال له انه بدون تفكير لقى راسو في المستشفى مع ديك السيدة اللي كانت كتنزف، وانه لولا كون ما كانش معاها وسر عليها عملية تلقي العلاجات كنت توفات، وكان ما غاديش يسمح لنفسه ان ديك السيدة ضربات في المنطقة اللي يقوم بالتأمين ديالها. هنا كان رئيس الأمن كيستمع ليه بكل دقة، وفي السالة قال ليه رئيس الأمن: واش عرفتي ديك السيدة اللي عتقتي شكون؟ قال ليه البوليسي بكل احترام: لا سيدي، ما تحتش ليا فرصة نسولها على الهوية ديالها.
كما أنهم فاش دخلوها لغرفة العمليات كانت فاقدة الوعي ديالها. هنا وقف رئيس الأمن وحيا الشرطي حمزة على الشجاعة ديالو وعلى روح المسؤولية اللي فيه، وقال ليه هذيك السيدة وقال ليه هذيك السيدة اللي عتقتي البارح راه كتبقى الزوجة ديالي. وسول حمزة على الشواهد اللي عنده باش يكافئو على هذا العمل الشجاع اللي قام به. هنا حمزة كان مصدوم من داكشي اللي سمع، وقال ليه أنه حصل على شهادة جامعية، وأنه لولا الظروف المعيشية اللي مر بها، كون أنه كبر في ملجأ الأيتام، كان غيزيد يكمل قرايته ويحصل على شهادة من الشهادات العليا. هنا طلب منه رئيس الأمن أنه يجيب ليه الشهادة الجامعية اللي كيتوفر عليها باش يساعدو ويترقى لدرجة عميد شرطة. وداك الشي اللي وقع بعد 5 شهور استطاع حمزة أنه يصبح من مفتي الشرطة لرتبة عميد الشرطة، واستطاع أنه يولي من ولد الخيرية للشرطي اللي القصة ديالو صبحات من بين القصص المعروفة في مدينة الجانب. الخلاصة من هاد القصة أنك عمرك تفشل في الحياة ديالك، كافح وما تعرف القدر ديالك شنو مخبي ليك.